بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام. خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ونهار جديد. كيف ما العادة غادي نشارك معكم فلوقات وشهيوة إن شاء الله بإذن الله السميع العليم البساطة، وإن شاء الله شي حاجة اللي هي زوينة بزاف. غادي نشارك معكم هذا المحل فيه بعض المواد تقريبا كلشي هادشي طبيعي. كتعرفوا خوتي اي حاجه طبيعيه راه هي اللي دابا ولينا كنبحثوا عليها، كتكون مفيده للصحه ولا للشعر ولا لاي حاجه. يعني ما كاين ما احسن من حاجه طبيعيه وتكون هكا زوينه في المستوى. ما بقاش بنادم يخلط في البرودويات ويخلط في اي زيوت ديال الشعر. كاين زيوت ديال الشعر تبارك الله غزالين، وكاين كريمات اللي هما زوينين بالنسبه للبشره. كنصحكم اخوتي واحد النصيحه دابا غادي نشاركها معكم جابها حسابها. انتم راه واحد الزيت ديال الشعر اللي هو غزال، انتم ديال كيكون هكا في الجمعيات وكيكون فيه داكشي الطبيعي. دائما بحثوا على حاجه طبيعيه وحاجه اللي هي ما فيهاش مواد حافظه وحتى لا ما كانش مثلا بغيتوا الزيت ديال الخزامه او الزيت ديال بعض العشوب، ممكن تصوبوا من راسكم، ممكن توجدوه من راسكم عاديين بلديين في المنازل ديالكم، ما يكونوش مضرين للصحه. ها انتم غادي نشارك معكم هنايا بعض المواد اللي هي ديال الشعر، الزيوت ديال البشره، ديال بندوج ديال الحمام. فهمتي هذا الشيء تبارك الله ما شاء الله غزال بزاف. وكنصحكم بهاد المحلات دائما كتلقاو فيهم ديال هاد المحلات اللي كيكونوا مصوبين في جمعيات. دائما كتلقاو فيهم حاجه طبيعيه وحاجه اللي هي صحيه وصالحه بزاف الصحه ديالكم. بحال هادشي ديال السميد، وهادشي ديال الكريمات. كيف ما بغيت نقول لكم اخوتي بالنسبه لهذوك الكريمات اللي غيبقى بنادم كيشري، مثلا اللي بغى يشري يعرف يشري، هادو هما كريمات ديال الوجه هما. اللي بغى يشري الكريمات يعرف شنو غيشري ويبقى يقرا لك التاريخ ويبقى يشوف شي حاجه اصليه من الحاجه اللي ماشي اصليه، كتكون غير مزوره ولا كتكون غير سميتو تكون غير قديمه وكيبدلوا لها لامباج وتقدر تخرج على البشره ديال الانسان. بعد ما كتكون البشره زوينه كيولي بنادم باغي غير البشره ديالو ترجع عاديه، ولكن مع الاسف فاش كتغير شي حاجه ولا كتبقى شي حاجه راه مستحيل واش ترجع كيف ما كانت. واحد السيده كنت كنعرفها الوجه ديالها سميمر، ولكن بشرتها متوحده، هي سميمره ومتوحده. كتعرفوا بناتيهم الله يهديهم يا ربي تهديهم، ولا بنادم بغى يبدل ولا يغير خليقه الله. هذا راه الكحول البلدي يا البنات، هذا كحول بلدي زوين. هذا الشيء شوف الصابونه شي حاجه اللي هي غزاله بزاف. ودائما بنادم ياخذ حاجه احسن ما ياخذ 10. البنات الله يهديهم كاينين دابا اللي بغاو يبدلوا البشره ديالهم، تكون سميمره تبغي ترجع بيضه بالزز. هي راه خلاقها الله السميمره، ما يمكنش الله غتجي تي وتبدلي البشره ديالك ولا غتجي وتبدلي شي حاجه. راه صعيب الحال. ممكن تهلاي فيها من طبيعه الحال، تهلاي في البشره ديالك، تهلاي في الصحه ديالك، تهلاي في الشعر ديالك بشي حاجه اللي هي طبيعيه. شي حاجه طبيعيه ما كاينش بحالها في الصراحه، والله البنات راه شي حاجه طبيعيه ما كاينش بحالها. وسيادنا الولاء ولا والدينا وجدودنا وداكشي كانوا يديروا داكشي طبيعي. دابا ولاو يبغيو يديروا داكشي خاص ديالهم هما. وهنايا درت نشارك معكم معنات اواني اللي هما زوينين وغزالين تبارك الله ما شاء الله. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، راه فيه ما يتشاف ومتنوع. وفي نفس الوقت غادي نرجع نشرح لكم لبعض البنات، ونتمنى هذا الفيديو تبارطاجا. والله القسم البنات الا ماشي على مشاهده وماشي على حتى شي حاجه، غير انا كنهضر معكم وحلفت لكم من قلبي، غير على وديت واحد البنت اللي كنت كنعرفها. كانت كيف ما قلت لكم هي سميمره والبشره ديالها متوحده وزويونه، يعني السموريه كيف ما كيقولوا ما كحله على النحله وكتهبط العسل. كل حاجه وكل اي خليقه خلقها ربي نحمد لله ونشكره. اللي خلق ربي راه خير. ومشات بقات كتخربق لوجهها باش ما تبقى سميمره تولي بيضه. وهي البنات راه ماشي سمراء، وحتى السمراء راه تبارك الله السمراء تزينات وملحات وفحلات. كما تكون المراه سمراء عارفوا راه قمره كيف ما كيقول واحد المثال.
وزيدوا خليقة الله حتى واحد ما يغير ولا يخيب ولا يزين فيها. حنا يا ربي تكون على الصحة والسلامة وراحة البال. ومشات مسكينة بقات كتخربق باش باغا باش تبيض البشرة ديالها، بقات كتخربق دير هاد الكريم وتحيد هاد الكريم ودير هاد البوماده ودير هاد تحيد هاد البوماده، وتقدر دير بوماده في الصباح بوماده في العشيه، وكثرت تخربيق لوجهها. والله البنات لا تلاقيتها في الحمام والله العظيم الا مني شفتها تصدمت، مني شفتها تصدمت. عرفتو دارت شي خليط، دارت شي خلطه وما تبقاوش اي خلطه سمعتوها اي حاجه درتوها نهائيا. راكم شفتوا هاد البنت ما عمركم غادي تحاولوا ديروا شي حاجه اللي تغيروا بها البشره ولا تغيروا بها الجمال ديالكم ولا تغيروا بها اي حاجه. كيف ما خلقكم الله قنعوا بعطيه الله وبالصوره ديال الله عز وجل، وحمدوا الله وشكروه. راه الانسان اللي ما حمدش الله على حاجه قليله راه يقدر ربي تسلط عليه حاجه كثيره. والله العظيم انا كنهضر معكم من كل قلبي. والله مسكينه لما شفتها تصدمت وما قاداش هي كاع تهز عينها في حتى شي واحد، صافي ولا محشمه هذيك الحاله اللي طرات فيها. واش غادي نقول لكم، وجهها ما بقاتش ديك البشره الاولى، يا ريت ترجع ليها البشره الاولى. وجهها بحال حيدت ليه الجلده الفوقانيه ولا بحال الميكا، ولات فيها البنات داك النقيط اللي كيولي كحل، ولات بحال داك الشكل ديال البراس نيشان، بحال داك المقشر بحال هكاك. بقى باين الدور ديال عنقها وديال شعرها ما كديش نشوف فيها. والله القسم الا تصدمت وحسيت بها هي كتعرفني وانا كنعرفها، وحسيت بها حشمانه ما باغا حتى واحد يشوف فيها. حضرت راسي وسكت، حضرت راسي، ولكن شفتها وبقى فيا الحال بزاف. ولكن مني سولت، من بعد مني سولت عرفتها باللي كثرت الخلطات لوجهها باش تكلت لها البشره ديالها ورجعت بحال هكاك. يعني ورجعت في واحد الحاله اللي دابا مستحيل واش ترجع لها البشره ديالها الحقيقيه. ولا وجهها بحال الشكل ديال بحال شديتوه وتبرقع بحال الخبز ملي كيطيب وكيتبرقع في المقله هكاك. وجهها تبرقع، ولات بلاصه بيضاء ومحفوره، وبلاصه كحله، بلاصه كحله وغليظه، وبلاصه بيضاء ومحفوره. المهم ما تقدوش تشوفوا فيها. انا بعدا تصدمت، وراه والله هذا الموضوع سبحان الله العظيم راه من غير ما شاركت معكم هاد الزيوت وهاد الكريمات وانا نتفكر هذيك السيده مسكينه اللي كنطلب ربي يشافيها ويرجع لها وجهها غير كما كان. ولكن اش غادي نقول لكم، هذه قله العقل ديال البنات وقله العقل ديال الانسان اللي كيبغي يدير اي حاجه للوجه. الوجه راه بشره حساسه، وكيف ما كنقول لكم دائما داكشي ديال راه كاين الوجه الحساس، كاين البشره اللي كتكون حساسه ما كتجيش معها واحد الماده، كاين البشره اللي كتكون حساسه ما كاينش معها واحد الكريم. على هذا الشيء البنات يتهلاو في وجههم. راه بكري كانت غير ديك الصابونه ديال الحجره هي اللي كانوا كيغسلوا بها. والله القسم انا بعدا اللي كنهضر معاكم كنت كنغسل وجهي بالصابونه ديال الحجره، الصابونه ديال الحجره ولا حتى الصابونه ديال الطوس هي زوينه. كنت كنبدل ما بين الطوس والحجره. كان وجهي بحال البيضه المنقيه، بحال البيضه اللي شديتيها ونقيتيها. غير صابونه الحجره ولا الصابونه ديال الطوس. ولا بغيتو ديروا شي كريم ولا بغيتو البشره ديالكم تفتح وتشراق ليكم وتولي زوينه، شي حاجه بسيطه مثلا بحال الحنه غتشريها ورقه وتدقيها في المهرز. علاش انا دائما كنقول لكم ديروا حاجه طبيعيه وحاجه بلديه. انا غادي نقول لكم هذه الوصفه ما غنشاركهاش معكم، كنقولها لكم نيشان. ولا بغيتو راه كاين وصفات في القناه غادي ترجعوا تشوفوهم، راه كاين وصفات اللي هما مجربين وماشي مضرين. تجيبوا الحنه ورق بلديه وغتدقيها اختي، تشمشيها وتدقيها بالمهراز بيدك قدام عينك، تدقيها مزيان وتشطيها في الزيف ديال حياتي. وغادي ديري معها معلقه ديال الشبه، غتدقيها حتى بيدك قدام عينك. حيت الا كانت الشبه مطحونه ولا اي حاجه شريتوها مطحونه ما فيهاش الثقه. انا راه العطريه ما كندخلهاش للدار مطحونه، كلشي كنشري حبوب وكنطحنو. فهمتوا؟ سبحان الله العظيم. هادشي اللي كنشارك معكم. كيف ما قلت لكم انا راه ما العطريه ما كندخلهاش للدار مطحونه نهائيا، وخنبقى بلا عطريه. اي حاجه نصيحه مني، اي حاجه من عند خالتكم، اي حاجه بقاو تجيبوها وتدقوا على يديكم وطحنوا على يديكم، وخصوصا البشره الحاجه اللي غتاكلوها ولا حاجه غديروها للبشره ديالكم، راه لابد ما ديروش شي حاجه اللي هي طبيعيه. دقوا هذيك الشبه ودقوا دوك الحنه وغربلاهم في الزيت الرقيق، شطوهم وغديري لهم شويه ديال الماء دافي وتخلطيهم وديريهم لوجهك، وغديريهم اختي لوجهك وتفكريني وخليتي تيبس ديك الحنه في وجهك.
شاركت معكم بعدا معنات اللي هما زوينين وهماويين وغزالين، اواني فنين. ودابا غادي نشارك معكم كيفاش كنقي الخرشف من الخيوط ديالو. غتتبعوا الفيديو، غنرجع نهضر لكم تاع الخرشف هذه باش تعرفوا الفرق اللي كاين ما بين الحاجه اللي كتصابيها بيدك والحاجه اللي كتجيبها من الزنقه. غديري هذاك الخليط لوجهك وغتخلي ديك الحنه حتى غتنشف لك في وجهك وغتغسليه. وراه في هذيك الغسله الاولى غيبان لك شويه الصفوريه، ولكن ملي غدوز واحد 7 ايام وتمشي للحمام ولا سيمانه وتمشي للحمام راه وجهك غيولي بحال البيضه المنقيه. ما غتعجبكش هاد الخلطه بصوتي وصلت لك الرساله، ولكن الا درتيها غتحماق عليها وما غتبقايش تخلي عليها. وكيف ما هاد الخرشف اللي كنقيه بيديا، راه الا جبتوه من الزنقه، غير باش كنقول لكم كيفاش كينقيوه العيالات، تحياتي اليوم ساكن اللي في الزنقه، راه كيشديوه وكيقطعوه كامل وكيديروا في الميكا، غير كيمسحوه من هاد الجهه ومن هاد الجهه وكيكلوا. ما يمكنش معهم كيميحوا يبيعوا بالميكا، ما يمكنش يلوحوا منه حتى شي جدره. ولكن ملي كتجيبيه لدارك كتحيدي دوك الجدرات الفوقانيين اللي هما كيكونوا كبارات وكيكونوا معرقين بزاف، وكنديروا غير دوك الرطبين اللي كيساعدونا في التقطيعه وكلش. وصافي وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنقي الخرشف ديالي اللي واقفه كنلوحها واللي رطبه كنقيها. ودابا غادي نحضر معكم شويه ديال المرقه بالخرشف، اللي انا كنموت على الخرشف وكلشي راني عارفه كلشي غيتشهى الخرشف. صافي غندير مريقه بشويه الخرشف وشويه ديال اللحم الغلمي، ونزيد معه واحد الطيطات خفاف. هذا هو الغديوه ديالنا. وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم اخوتي، ورجع لكم الموضوع ديال البشره ديالكم. وياكم تبقاو تخلطوا البشره. اي مكياج لقيتوه كيتباع بواحد السومه رخيصه يعني ناقصه في الاثمنه، ما تاخذوهش نهائيا. ما تاخذوش هذاك التخربيق، غير كيزيد يكفس البشره وكيكون حساسيه في العينين، كيكون حساسيه في البشره ديالكم. اللهم اخوتي، بنادم شي حاجه عاديه بلديه. كاين العكر الفاسي حتى هو كيدير العكر الفاسي مع شويه الحامض وكديريه لوجهك. الا ما بغيتيش ديري الطريقه ديال الحنه مع الشبه، غديري العكر الفاسي اللي هو كيكون بحال الشكل ديال القشره، غديري معاه شويه الحامض. غتغسري تعصري شويه ديال الحامض وغتخلطيه وغديريه لوجهك واحد الساعه ولا ساعه ونص صافي. وكتغسلي بوجهك بواحد الصويبينه عاديه، صويبينه اللي هي عاديه. ما تبقاوش تيقوا تقولوا هاد الصابونه ديال ارغان ولا هاد الصابونه ديال هذه والصابونه ديال هذه. ارغان داير 8000 ولا 10000 لتر. كيفاش غتشري صابونه غير صغيره ب5 دراهم؟ ما تيقوش. شريو شي حاجه اللي يكون الثمن ديالها متطابق معها، ما تشريوش شي حاجه اللي تكون ثمنها عالي وهي رخيصه. هادشي اللي غنقول لكم. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، بارك الله فيكم. درت معكم هاد الصفاق ما حضرتهاش قدامكم، ولكن شاركت معكم التزيين ديالها ولا التحضير ديالها كيفاش حضرتها بالزبيب. وبارك الله فيكم وانتم هما لي الخير والخير في ديوركم. شكرا لكم جميعا، الله يحفظكم يا ربي. هنا غيكون سالا الفيديو ديالي مع فيديو اخر ان شاء الله. الا عجبتكم النصيحه وعجبتكم الطريقه وعجبكم الفلوق ولا الخرجه اللي شاركتها معكم، ما تنسونيش من البارطاج واللي لايك والكومونتيرات المحفزين. شكرا لكم بزاف، فضلا منكم ليس امرا. ويلا اخوتي نخليكم على الكماله ديال الفيديو. وهنا غنكون خليت لكم الله ان شاء الله يوقف معكم مع وليداتكم. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، الله يحفظكم. بسلام عليكم.